حالة من الخوف والهلع أصابت المجتمع المغربي، موجة ارتفاع الأسعار واتساع دائرة الفقر. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال الناس يا رسول الله غلى السعر فساعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة من دم ولا مال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكل مشاهدي ومتابعي قناة الحدث. فإذا كنت مهتما بقناتنا فلا تنسى الاشتراك في القناة ودعمنا بالضغط على زر الإعجاب، وشكرا لكم جميعا. بطاطا 180 احنا الحكومة دير معنا حل. وبطاطا 180 اصاحبي عند الفلاح. شوف بطاطا كي دايرات، وبطاطا 180 اصاحبي عند الفلاح. جبرنا ما نقضيو دابا، ما جبرنا ما نقضيو، الغلا ما بقينا ما جبروا باش نقضيو. هكذا إذن وكما تشاهدون الآن حالة من الخوف والهلع أصابت المجتمع المغربي نتيجة ارتفاع الأسعار قبل أيام حلول شهر رمضان المعظم، ما أدى لحالة غير مسبوقة من الخوف، وأثرت بالسلب على الملايين من المواطنين. بل مئات الأشخاص خرجوا في مسيرات شوارع المغربية تمهيدا بتدهور الأوضاع الاجتماعية واحتجاجا على غلاء المعيشة. فاليوم كل المؤشرات النمو ونسب التضخم التي تعرفها البلاد أنها أدت إلى مزيد من التفقير والتهميش وضرب القدرة الشرائية. الدولة مطالبة بإعادة النظر في سياسات العمومية. وبالرغم من توالي الاحتجاجات الاستنكار وارتفاع الأصوات في مختلف ربوع المملكة المنددة بتدهور القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة نتيجة تواصل حلقات مسلسل الغلاء الذي ضرب كافة أنحاء المدن أمام تزايد معدلات الفقر والبطالة وتجميد الأجور الموظفين والأجراء، إلى الحد الذي رفعت فيه الشعارات خلال الوقفات الاحتجاجية أو على الصفحات التواصل الاجتماعي. فلا حديث خلال هذه الأيام سواء في البيوت أو في المقاهي وغيرها إلا عن هذه الموجة المتصاعدة من غلاء الأسعار، بعد أن جعلت بسطاء الناس الأكثر اكتواء بنيران الأسعار المواد الغذائية الأساسية على اختلاف أنواعها. فالآلاف من المغاربة في الشوارع المغربية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة، ووجهت عدة أوساط بالمغرب تحذيرات إزاء مستقبل الوضع المعيشي للمواطن جراء سياسة المنتهجة من قبل الحكومة، والتي ساهمت في موجة الغلاء وأفقدت المملكة سيادتها الغذائية. فإلى أين ستأخذنا موجة الغلاء؟ وفي الختام عزيزي المشاهد، نسأل الله الأمن والسلام لكل شعوب المنطقة ولكل شعوب العالم. إلى هنا أقول لكم دمتم سالمين وآمنين، ولا تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أترككم مع هذه اللحظات. خارج بكتافه كيتقاتل باش يخرج يبيع ويشري، فإذا به كيتفاجأ بأن ارتفاع الأسعار اللي هي الآن ما خلات حتى شي واحد من هاد الناس اللي عندهم طريطات وعندهم الموضوع وعندهم المصاريف اليومية وتقهروا بالزيادات الصاروخية اللي كانت بن كيران كان كيضحك علينا، وغادي يجي يكمل الاخ النوش وغيضحك علينا وغيقول لك حقا راه حيدوا صندوق المقاصه لانه الاغنياء كيستافدوا من الصندوق، والنار ديال العافيه ديال الاسعار يكتوي بها الفقير اللي عايش في هذه الظروف الكحله
واللي كيطالبوا الاغلبيه ديال الناس كيفتحوا لنا الحدود. مادام ما بغيتوناش، مادام باقي كتفكروا بانه خاصكم ديروا لنا صناديق، باقي خاصكم ديروا السجل الوطني، باقي خاصكم ديروا لامو، اذا باقا المزاجيه ديال المسؤول كيفكر انه يصنفنا ويعطينا بطائق اللي غيصنف هذا الشعب. الاغنياء ديال هذه البلاد، الاغلبيه ديال هذه البلاد واللي لاباس عليهم راه اصلا قليل، فبالتالي الا كنتي باغي تاخذ شي فلوس هما راه احتلوا البرلمان وكيشرعوا القوانين اللي غتخدمهم وغادي يخلصوا الناس دراوج ب 100 درهم. على الرغم انا كنقولها وانا كندير السياسه وعضو ديال الجماعه ديال تماره، راه الاغلبيه ديال الاصوات الحقيقيه ديال الشعب المغربي هي عازفه على العمليه الانتخابيه. وانا كمواطن كنسكن في هذا الحي كنرفع صوتي وكنقول ارتفاع الاسعار راه كيقتل فينا، على الرغم من الاجتماعات اللي شفنا مؤخرا ديال وزاره الداخليه انهم غيوحلوها في الشناقه. راه حنا لا يهمنا شكون هو اللي كيجي الوسط، راه القرارات الكبيره اللي درتو ديال انكم تسحبوا الدعم، واليوم الزيت اللي ولا داير القرون والمازوت اللي ولا داير القرون، في حين اننا كنقولوا لكم لي مصفات ديال لاسامير كانت الدوله توقف وما تدخلناش للمحاكم ودير الخوصاصه. اذا اللي دار الخوصاصه هو السبب الرئيسي في التشريع ديال هذه البلاد. الناس العقلاء والحكماء اللي كيهضروا على المازوت كيقولك رجع لنا المصفات ودير لنا التكرير ديال البترول هنا نجيبوه خام، والعلاقات ديالنا الدوليه اللي كانت مع دول الخليج اللي كانوا كيدعمونا ويساندونا كصناديق ديال الدوله، مادام حررتوا هذا الشيء فكتحملوا المسؤوليه. وحنا كنقولوا بصوت واحد لا لارتفاع الاسعار، لان المعيشه بشكل صغير ولات غالبانه باش نعيشوا ما لاقيين ما ناكلوا. واذا كانت الدوله باغا دير ارتفاع الاسعار خلينا من الحد الادنى والاقصى ديال الصالير، وجدوا لنا الخدمه، بمعنى اي مواطن باغي يخدم وكتافو كاينين يخرج للسوق غيلقى الخدمه، ماشي تخليونا عرضه للتبزنيز، تخليونا عرضه للشمس والشتاء، تخليونا عرضه للاجتماعات وتاخذوا القرارات. كيبان لك هذا حاط عشوائي هنا في حين انه هو سوق نموذجي مسدود. وانا كنعاني هنايا مجموعه ديال الامور كيخص الانتباه ليها. هاد القرارات اللي كتاخذوها باش تطفيو العافيه راه ما خداماش. الشعب المغربي ولا دابا الان كيتسنى الفرصه فين يخرج ويعبر على الصوت ديالو. السلام عليكم. حنا دائما في الصفوف الاماميه وكنقولوا راسنا مرفوع وما كنخافوا من حتى شي واحد. حنا الان كنقولوا هاد الشيء راه غادي يخرج بنادنا في شي حاجه ما صحيحاش، فتحملوا مسؤوليتكم.